اهلا بحضراتكم. في حاجات عندنا حضراتكم على رأي المثل بيقول لك تخلي الأخرس يتكلم، يعني من كتر الاستفزاز تخلي الأخرس ينطق، الأخرس اللي هو ما بيتكلمش، يعني من كتر الاستفزاز، يعني من كتر لا منطق ولا عقل تخلي حاجات كده يعني ما تقدرش تسكت عليها. موضوعنا النهارده من الحاجات اللي هي لا عقل لها. حضراتكم معروف منذ خلق البديئة أن الدين الدين زي ما قالوا هم بالليل ومذلة بالنهار. وأي واحد بيحصل على قرض بيبقى الله يكون في عونه يقدر يسدده، خصوصا لما تكون فيه فايدة، لأن القروض بتبقى واخدها مضطر، بتثقل كاهلك، سواء كنت مواطن أو كنت مؤسسة أو كنت حتى دولة. بقى إيه إلا منطق حضراتكم إن الأستاذ الإعلامي نشأة الديهي طلع يقول إن البرلمان الأوروبي وافق على حزمة من القرض قدرها 4 مليارات دولار أو مليار يورو. مبروك لمصر. أنا أعرف إن من المصطلح ده مبروك ده بيتقال في الفرح، في الخبر السار، مبروك دي بتتقال للنجاح في حاجة معينة، لكن حصولنا على قرض كلمة مبروك دي مش مناسبة. مبروك على إيه يا أستاذ نشأت؟ ده ربنا يعيننا ونقدر نسدد. وده اللي خلى حتى الصحفي إيدي كوهين طلع يتريق علينا، بيقول له أنا عمري ما شفت حد يفرح وهو حاصل قرض عشان يسدد الفايدة، مع عقبال ما تبيع الأهرامات. يعني خليت الصحفي الإسرائيلي يتريق علينا. يا أستاذ نشأت، كلمة مبروك دي تتقال للخبر المفرح، لكن حصولنا على قرض ده أمر إن ربنا على سداده.